السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل جيبة بباترون حلو جدا وبغرزة سهلة وبسيطة. تخيلوا إنه الباترون الحلو ده من تكرار سطرين بيتكرروا على طول القطعة. هنتعلم ازاي نقدر نعملها بأي سن ولأي مقاس. أتمنى تعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة خليني أذكر كل حبايبي وأصدقائي اللي بيشوفوني أو بيتابعوني لأول مرة إننا بالفعل اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعة كتير من الجيب بالأشكال اللي احنا شايفينها كده. إذا ما شفتهاش معايا أو حابة تتابعي أي باترون منهم هتلاقيهم كلهم متوفرين أسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس على لينك واحد في البلاي ليست، إضافة إلى اللينك الرئيسي اللي من خلاله بتبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتابعي كل الأشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. أما دلوقتي خلينا نشوف الأدوات وطريقة التطبيق لباترون النهاردة. الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بالشكل ده كده، وهشتغل عليها بإبرة رقم 4 ملم. هحتاج لإبرة التنظيف والمقص واي وحدة قياس بالسنتيمتر عشان نعرف ناخد القياس اللي هنشتغل عليه. علشان تعملي معايا الجيبة لأي سن ولأي مقاس بناخد مقاس محيط دوران الوسط، بنمر بالمزورة بالشكل ده كده حوالين محيط دوران الوسط. الرقم اللي بيطلع عندي على نهاية الدايرة هو ده رقم البداية اللي المفروض ابتدي عليه. لو هشتغل بالخيوط القطن بشتغل على المقاس الفعلي اللي بيطلع عندي، ولو هشتغل بالخيوط الصوف بقل 2 سنتي او 3 سنتي علشان الصوف عليه مطة، وبالتالي انا ببقى عايزة القمر مظبوط. فلو سي انا اخدت المقاس كده وطلع 40 سنتيمتر بقل واشتغل على 37 على 38 علشان القمر يبقى مظبوط معايا. اول خطوة هنبتدي نعملها هنشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي. هسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وانا هشتغل نموذج صغير لمجرد شرح الباترون، فهرتفع على تقريبا 33 سنتيمتر، وده مقاس صغير جدا ممكن يلبس معاكي 6 شهور مثلا. فانا هنا كده هسحب من الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة واكون سلسلة بالشكل ده كده، مش على مضاعفات معينة. المفروض ان احنا نوصل لعدد زوجي، اي عدد زوجي احنا حابينه على القياس اللي هنشتغله. فانا زي ما احنا شايفين كده هبتدي ارتفع لحد ما اوصل ل 33 سنتيمتر، وانتي طبعا هترتفعي بالمقاس اللي بتشتغليه. ارتفعت على السلسلة بالشكل ده كده لحد القياس اللي انا حباه، وبعد ما بنرتفع بنتأكد ان الدور او السلسلة بتاعتي على اتجاه واحد بالشكل ده، وهروح على سلسلة البداية وهقفل غرزة منزلقة علشان يتكون معايا دايرة مغلقة هي دايرة القمر اللي هبتدي اشتغل عليها بالشكل ده كده. بعد كده بعمل ايه؟ هرتفع على البداية ب3 سلسلة 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بلفة، وهلف الخيط على الابرة على الغرزة اللي جاية وعليها الدور. هشتغل عمود، العمود العادي 3 حلقات وبشتغله حلقتين في حلقتين، وهكرر بلف الخيط الغرزة اللي جاية وعليها الدور بنفس الطريقة حلقتين في حلقتين، وكل غرزة بتقابلنا بنشتغل عليها غرزة عمود واحدة، وهستمر بنفس التكرار ولحد نهاية الدور. وصلت على النهاية بغرزة فوق كل غرزة، وبعد اخر عمود بالشكل ده كده باجي على سلاسل الارتفاع في السلسلة التالتة 1 2 والتالت سلسلة بالشكل ده كده، وهقفل غرزة منزلقة وانهي الراوند. على الادوار اللي جايه هنبتدي نشتغل بريد امامي وبريد خلفي غرزة البليسيه على مدار القمر. بعمل ايه؟ بين المنزلقة اللي قفلنا بيها الدور كده على نفس السلاسل اللي قفلنا فيها هنزل بشكل البريد الامامي بالشكل ده كده من تحت الارتفاع او العمود. شايفين معايا كده؟ هنزل ادي الخيط براح شوية وانزل تحت الغرزة نفسها من قدام السطر بالشكل ده كده، وبسحب الخيط. هشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة، معايا حلقتين وهطلع منهم، وبعد كده هرتفع بسلسلتين. اعتبر الارتفاع اللي ارتفعته ده بريد امامي، تمام. وبعد كده هشتغل بريد خلفي على العمود اللي جاي وعليه الدور. هلف الخيط على الابرة ومن ورا السطر بالشكل ده كده بسحب الغرزة للداخل. شايفين معايا؟ بدخل من قبلها واخرج من بعدها بالشكل ده كده واسحب الخيط. دلوقتي معايا 3 حلقات هشتغلهم العمود العادي حلقتين في حلقتين، وهستمر على مدار الدور كله بنشتغل بريد امامي وبريد خلفي. هلف الخيط الغرزة اللي جاية غرزة امامية، فهدخل
من قدام السطر كده ومن تحت العمود، هسحب الخيط. معايا 3 حلقات بشتغلهم عادي خالص، حلقتين في حلقتين كده بريد امامي. اللي بعدها بريد خلفي، هلف الخيط وبرجع من ورا الدور او السطر بالشكل ده كده، وبسحب العمود للداخل وهسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي حلقتين في حلقتين. وهستمر مرة بشتغل بريد امامي من قدام السطر بالشكل ده كده، ومرة بشتغل بريد خلفي من ورا الدور وبسحب العمود للداخل وهسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي. زي ما احنا شايفين بيتكون معايا غرزة البلاسيه، وهكرر كده على مدار الدور كله، مرة بريد امامي ومرة بريد خلفي، وهكرر لحد النهاية. وصلت على نهاية الدور. في النهاية بالشكل ده كده اشتغلت اخر غرزة عمود خلفي، وهاجي على سلاسل الارتفاع. لو اذكركم كانت غرزة حشو بشكل البريد الامامي وسلسلتين ارتفاع. باجي في السلسلة التانية اللي فوق كده واقفل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الدور والراوند. ادوار اللي موجودة على القمر كله عبارة عن تكرار لنفس دور البليسيه كده، بريد امامي وبريد خلفي. بنرتفع لعرض القمر اللي احنا حابينه حسب المقاس اللي بنشتغله. فكل مرة بنيجي نقفل منزلقة بالشكل ده كده ونكرر. بنكرر ازاي؟ نفس الغرزة اللي قفلنا فيها منزلقة هي بنزل اشتغل عليها اول بريد امامي. بكونه ازاي؟ على البداية، فانا هنا كده بدي الخيط البراح، ونفس الغرزة اللي قفلت فيها منزلقة بنزل من تحتها بالشكل ده كده من قدام السطر وبسحب الخيط. بيبقى معايا حلقتين بشتغلهم غرزة حشو، برتفع بسلسلتين وبعتبر الارتفاع اللي ارتفعته ده بريد امامي. وبعد كده بستمر البريد الخلفي بشتغله خلفي والبريد الامامي بشتغله امامي. هلف الخيط الغرزة اللي جاية خلفية من ورا السطر بالشكل ده كده، وهسحب العمود للداخل وهسحب الخيط واشتغل نفس العمود اللي كنت بشتغله حلقتين في حلقتين. بعد كده بريد امامي بشتغله بريد امامي، بلف الخيط وغرزة البريد الامامي باخدها من قدام السطر ومن تحت العمود بالشكل ده كده وبسحب الخيط وهشتغل العمود بتاعي خالص حلقتين في حلقتين. وبستمر الغرزة الخلفية بشكل خلفي بريد خلفي بالشكل ده كده، والغرزة الامامية بريد امامي، وبنفس التكرار ولحد نهاية الدور. بلف الخيط والغرزة الخلفية باخدها من ورا السطر بالشكل ده كده، والغرزة الأمامية من قدام السطر ومن تحت العمود بسحب العمود بتاعي. زي ما قلت لكم هنرتفع ونكرر من نفس الدور ده لحد العرض اللي احنا محتاجينه. كل مرة بنيجي نقفل منزلقة في تاني سلسلة هنا وننزل غرزة حشو بشكل البريد الأمامي، نرتفع سلسلتين ونمر على الدور بنفس التكرار. انا هرتفع ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالسطور بالشكل ده كده من غرزة البليسيه. انا ارتفعت 4 سطور. طبعا بشتغل قياس صغير وبالتالي انا اشتغلت العرض ده بالنسبة لي مناسب، لكن زي ما تحبي تقدري تكرري من نفس الباترون السطر كده لحد العرض اللي تحبيه على الجيبة. انا هنا كده على نهاية عرض القمر اللي انا محتاجاه. هنبتدي نشتغل على الدور اللي جاي بغرزة الحشو. فهرتفع سلسلة واحدة بالشكل ده كده، وعلى نفس مكان الارتفاع في اول غرزة على طول تحت الابرة هدخل في حلقتين الغرزة وهشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. بعد كده على الغرزة اللي جاية وعليها الدور بدخل في حلقتين الغرزة فوق بالشكل ده كده وهسحب الخيط وهشتغل غرزتين حشو. ادي 1 وفي نفس المكان هدخل اشتغل رقم 2 وهستمر بنفس الطريقة. في غرزة بشتغلها غرزة واحدة والغرزة اللي بعدها غرزتين. الغرزة اللي عليها الدور هشتغل جواها جوه حلقتين الغرزة كده هدخل اشتغل غرزة حشو. اللي بعدها غرزتين فهدخل واشتغل غرزتين. ادي 1 وفي نفس المكان هشتغل الغرزة رقم 2 وبالتكرار. على الغرزة اللي جاية بشتغل غرزة واحدة وبس، وعلى اللي بعدها غرزتين. ادي 1 وفي نفس المكان 2 وهستمر كده غرزة غرزتين لحد نهاية الدور. وصلنا على نهاية الدور بنفس طريقة العمل. وهنا كده بعد ما اشتغلت على اخر غرزة حشو هبتدي ان انا على اول غرزة حشو اشتغلتها بالشكل ده كده هدخل واقفل بمنزلقة وانهي الدور. دلوقتي هنبتدي نرتفع للسطر اللي جاي. هنشتغل من غرزة الصدفة، فهنرتفع 3 سلسلة بعتبرهم اول عمود من الصدفة. هلف الخيط على الابرة وفي نفس الغرزة هي هسحب غرزة عمود بلفة. العمود العادي 3 حلقات وبشتغله حلقتين في حلقتين.
بالشكل ده كده ابقى ارتفعت بغرزتين. تمام، باخد سلسلتين ومش بشتغل على نفس الغرزة، لا بشتغل على الغرزة اللي بعدها على طول. هلف الخيط وعلى الغرزة رقم 2، يعني مش في نفس العين، لا في العين اللي بعدها، في حلقتين الغرزة برضو هسحب عمودين، 1 وفي نفس المكان 2. يبقى انا اشتغلت غرزة الصدفة ولكن مقسومة على غرزتين ورا بعض، في 2 في الغرزة الاولانية و2 في الغرزة اللي بعدها وما بينهم سلسلتين. تمام، بعد كده باخد 3 سلاسل فراغ، 1 2 3، وهاجي على الدور الرئيسي وافوت 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 هدخل بالشكل ده كده واشتغل غرزة الصدفة مرة تانية. هلف الخيط على الابرة وبدخل على الغرزة رقم 5، اسحب عمودين، ادي العمود الاول حلقتين في حلقتين، وعلى نفس الغرزة هشتغل العمود رقم 2، بعد كده سلسلتين، وما بشتغلش على نفس الغرزة رقم 5. انا فوتت 4 غرز واشتغلت في ال5، لا بشتغل نص الصدفة التاني على الغرزة رقم 6 اللي هي الغرزة اللي عليها الدور. هلف الخيط وعلى الغرزة اللي جاية في حلقتين الغرزة برضو هسحب عمودين، 1 2 زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام، هستمر على الدور كله بنفس التكرار، ما بين كل صدفة والتانية باخد 3 سلاسل فراغ بالشكل ده كده، 1 2 3، وبفوت على الدور 1 2 3 4، وفي ال5 ببتدي اكون نص الصدفة. نص الصدفة اللي هو ايه؟ عبارة عن عمودين، ادي العمود الاول، الف الخيط والعمود التاني، بعد كده سلسلتين والعمودين بقية الصدفة مش على نفس الغرزة ولكن على الغرزة اللي بعدها. هلف الخيط وهدخل اشتغل 1 2 عمودين بالشكل ده كده، ابقى اشتغلت الصدفة مقسومة على الغرزتين اللي ورا بعض، عمودين سلسلتين عمودين. وبنفس التكرار باخد 3 سلاسل فراغ، هفوت 4 غرز، 1 2 3 4، وعلى ال5 هكون عمودين نص الصدفة، 1 وفي نفس المكان 2 سلسلتين، وبعد كده اشتغل على الغرزة اللي جاية باقي الصدفة بعمودين، 1 2 بالشكل ده كده ولحد نهاية الدور. وصلنا على نهاية الدور بنفس الطريقة. في النهاية بشتغل على اخر صدفة، اخدت ال3 سلاسل اهو، هلف الخيط بفوت 1 2 3 4، وفي الغرزة رقم 5 هسحب عمودين، هلف الخيط بالشكل ده واسحب 1 2، وبعد كده سلسلتين، وفي العمود اللي بعد كده على طول او الغرزة اللي جاية عمودين، 1 2. يبقى انا اشتغلت اخر صدفة بالشكل ده كده. تمام، بيتبقى معايا مجموعة من الغرز ايا كان، هاخد ال3 سلاسل اللي باخدها وبقفل منزلقة في سلاسل الارتفاع 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هسحب منزلقة وانهي الدور. علشان ارتفع للسطر رقم 2 هنيجي هنا اهوت كده، وعشان نبقى في منتصف الصدفة تمام بقفل بمنزلقة في سلاسل الارتفاع، ثم بشتغل كمان منزلقة على اول عمود على طول بيقابلني اللي هو عمود الصدفة رقم 2. تمام، وبعد كده منزلقة على منتصف الغرزة اللي هي تحت السلسلتين بالشكل ده كده. مش احنا كنا بنشتغل الصدفة عمودين سلسلتين عمودين، فتحت السلسلتين انا كده مكاني للارتفاع سليم. هرتفع على الدور اللي جاي بس هعمل تزايد في الصدفة. انا كنت بشتغل الصدفة عمودين سلسلتين عمودين، هشتغلهم 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة، فهرتفع ب3 سلسلة من مكان الارتفاع السليم كده على المنتصف، وهلف الخيط واشتغل عمودين من نفس العمود 3 حلقات وبسحبه حلقتين في حلقتين كده 1، وفي نفس المكان هشتغل العمود رقم 2 مع الارتفاع يبقوا 3 غرز. هاخد سلسلتين وعلى نفس الفراغ بكون 3 عمود بلفة، 1 2 3. يبقى انا اشتغلت الصدفة 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة. بعد كده بيقابلني ال3 سلاسل اللي كنت باخدهم ما بين كل صدفة والتانية، هشتغل عليهم بشكل مختلف. هاخد 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده،
وبعد كده مش هشتغل على الثلاث سلاسل اللي كنت باخدهم ما بين الصدف، لا هرجع لغرز القمر. انا كنت بفوت على القمر نفسه ما بين الصدفة والصدفة 4 غرز، 1 2 3. هاجي على السلسلة رقم 3، شايفين انا مش هشتغل على نفس الدور على الثلاث سلاسل، لا هرجع للدور اللي قبله على طول على اخر القمر. كنت بفوت ما بين الغرزة والغرزة 4، 1 2 3 4. هشتغل في الغرزة رقم 3، بدخل على حلقتين الغرزة رقم 3 كده وهسحب منزلقة، بطلع من الحلقة اللي على الإبرة بالشكل ده كده. بعد كده بسحب كمان 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وبروح على طول على غرزة الصدفة اللي عليها الدور، وفي المنتصف بكون الصدفة بتاعتي. هلف الخيط وعلى المنتصف هشتغل 3 عمود بلفة، طبعا بنفس التزايد اللي اشتغلناه على الدور ده هشتغل 3 عمود. ادي 1 2 3 سلسلتين، وعلى نفس المكان 3 عمود، 1 2 3 بالشكل ده كده. وهكرر بنفس الطريقة، بشتغل الصدفة على منتصف الصدفة عادي، وما بين الصدف بشتغل 7 سلسلة وانزل اشتغل في 3 غرزة من اللي كنت بفوتهم، ما بشتغلش على ال3 سلاسل اللي فوق. تمام، بشتغل على 3 غرزة من الغرز اللي كنت بفوتهم على القمر ما بين الصدف الاول، و7 سلاسل واشتغل في منتصف الصدفة، وهكذا هكرر على مدار الدور كله. اشتغلت الصدفة بتاعتي بالشكل ده، باخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وبفوت ال3 سلاسل دول مش بشتغل عليهم، بشتغل على سطر القمر. فبنزل على الغرز اللي كنت مفوتاها 1 2، وفي الغرزة رقم 3 بدخل بالشكل ده كده على حلقتين الغرزة وبسحب غرزة منزلقة، ثم برتفع 7 سلسلة، 4 5 6 7 بالشكل ده كده، واروح على منتصف الغرزة اللي جاية وبكون الصدفة بتاعتي عبارة عن 3 عمود، 1 2 3 بالشكل ده كده. اخد سلسلتين وفي نفس المكان 3 عمود مرة تانية، 1 2 3 بالشكل ده، وبستمر 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما قلنا ما بنشتغلش على ال3 سلاسل اللي فوق، بننزل على القمر. ادي 1 2 3 في 3 سلسلة من اللي كنت بفوتهم او في 3 غرزة، وهدخل اشتغل غرزة منزلقة. بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وهروح على غرزة الصدفة واشتغل في منتصف الصدفة 3 عمود، سلسلتين 3 عمود زي ما احنا شايفين، هو بنفس التكرار. وهكرر كده لحد نهاية الدور بنفس التكرار. وصلت على النهاية بعد ما اشتغلت على منتصف اخر الصدفة بالشكل ده كده. بقفل الدور ازاي؟ متبقي معايا 3 سلاسل اللي ما بين الصدفة والصدفة الاخيرة، باخد ال7 سلاسل اللي باخدها بالشكل ده كده، 7 سلاسل، وباجي على مش السلاسل دي ولكن على سطر القمر بالشكل ده كده. هعد 1 2، انا المفروض بشتغل على الغرزة الثالثة بس انا هنا ما كانش عندي غرز. تمام، وهشتغل على الغرزة رقم 2، هشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده كده، وبعد كده هاخد 7 سلاسل، 3 4 5 6 7، وهقفل منزلقة على اول صدفة اشتغلتها على الدور على سلاسل الارتفاع في السلسلة الثالثة فوق كده، وهقفل غرزة منزلقة وانهي الدور والراوند. شايفين معايا كده كل باترون الغرزة اللي هنشتغلها معتمد على تكرار السطرين. في سطر بنشتغل فيه صدفة 3 سلاسل ما بين كل صدفة والتانية، والسطر اللي بعده بنشتغل الصدفة في مكانها على منتصف كل صدفة صدفة برضو، ولكن ما بين الصدف بناخد 7 سلاسل وننزل نشتغل تحت على السطر اللي قبل اللي احنا موجودين عليه. تمام، غرزة منزلقة وبعد كده 7 سلاسل واشتغل على منتصف الصدفة. كل الباترون بتاعي عبارة عن تكرار. فاحنا على الدور اللي جاي هنكرر السطر الاول من الصدفة، هنكرر صدفة 3 سلاسل وبس. وعشان نرتفع ويكون ارتفاعي سليم باجي كل مرة اقفل منزلقة على السلسلة الثالثة هنا، وامشي بمنزلقة في منزلقة من الغرزة اللي قفلنا فيها كده. ادي منزلقة
في منزلقة، واخر منزلقة بنشتغلها على منتصف اول صدفة علشان نبقى مكاننا للارتفاع سليم. بقينا في نص الصدفة، اذا ممكن ارتفع للدور اللي جاي. هنكرر زي ما قلنا السطر الاول اللي هو عبارة عن صدفة 3 سلاسل، بس انا مش هعمل تزايد تاني على الصدفة على مدار الباترون. هنشتغل الصدفة هي عبارة عن 3 عمود سلسلتين 3 عمود، فهرتفع من نفس الصدفة على المنتصف كده 3 سلاسل ارتفاع بعتبرهم اول عمود، وبعد كده هشتغل عمودين 1 2 مع الارتفاع يبقوا 3 غرز. هاخد سلسلتين وفي نفس المكان هكون كمان 3 اعمدة 1 2 و3 بالشكل ده. كده اشتغلت من نفس الصدفة على المنتصف. هاخد 3 سلاسل فراغ 1 2 3. كل اللي انا هعمله ان هفوت اي حاجة واروح على الصدفة اللي جاية وعليها الدور اشتغل على المنتصف. اذا على الدور ده كله هشتغل صدفة 3 سلاسل صدفة 3 سلاسل على منتصف كل صدفة بتقابلني فمنتصف الصدفة اللي جاية كده، وهكون من نفس الصدفة 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة. اشتغلت من نفس الصدفة على المنتصف بالشكل ده كده. دلوقتي هاخد 3 سلاسل 1 2 3 سلاسل فراغ، وافوت اي غرز عندي هنا، وهروح على طول على الصدفة اللي جاية وعليها الدور على المنتصف واشتغل من نفس الصدفة. هنكرر كده لحد نهاية الدور. وصلت على النهاية بنفس التكرار، وبعد ما اشتغلت على منتصف اخر صدفة معايا نفس الصدفة اهي، منساش اخد ال3 سلاسل اللي باخدها 1 2 3، وبفوت اي حاجة ما بين الصدف، ما بشتغلش على السلاسل اللي كنت باخدها ولا على اي حاجة. على اول صدفة بدأت من عندها الدور على طول، وهقفل فين؟ هقفل في اول سلسلة خالص قبل الصدفة، يعني يعتبر العمود الاول للصدفة بالشكل ده كده، وهقفل غرزة منزلقة، وكده نبقى نهينا الدور والراوند. على الدور اللي جاي هنبتدي نكرر السطر رقم 2 بقى اللي فيه صدفة 7 سلاسل منزلقة 7 سلاسل. وهنكرره ازاي؟ بنيجي على النهاية هنا بعد ما قفلنا منزلقة، اتفقنا كل مرة لازم ننتقل على منتصف اول صدفة، فمن المنزلقة اللي بنقفل بيها الدور بشتغل منزلقة على الأعمدة اللي بتقابلني كلها لحد ما بوصل على منتصف الصدفة تحت السلسلتين بآخر منزلقة. بكده أقدر أكرر الدور أو أقدر أرتفع للدور اللي جاي. على الدور ده هنرتفع ب3 سلسلة ونشتغل من نفس الصدفة هي 3 عمود سلسلتين 3 عمود. بالشكل ده كده اشتغلت من نفس الصدفة تمام لارتفاع وعمودين، وبعد كده سلسلتين، وبعد كده 3 عمود. هعمل ايه؟ باخد 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وبشتغل فين المرة دي؟ بشتغل على السلاسل اللي كنت سايباها على الدور اللي فات. فاكرين احنا سبناها ما اشتغلناش عليها، اشتغلنا على القمر. المرة دي هنشتغل عليها وهكذا، يعني احنا السلاسل اللي بنفوتها بنرجع نشتغل عليها في السطر اللي فيه منزلقة بالشكل ده كده. بعد ما اخدت ال7 سلاسل هنزل فين؟ هنزل شايفين حرف الفي اللي موجود هنا ده، وتحت السلاسل ال3 اهي، تحت السلاسل ال3 اللي ما بين الصدف هبتدي اشتغل منزلقة. هدخل بالشكل ده كده تحت السلاسل واسحب المنزلقة بتاعتي، ثم ارتفع 7 سلسلة 3 4 5 6 7، واروح على منتصف الصدفة بشكل طبيعي، وعلى المنتصف هكون نفس الصدفة ب3 عمود سلسلتين 3 عمود. شايفين معايا اشتغلت نفس الصدفة على المنتصف، وبعد كده برتفع ب7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وبشتغل فين؟ شايفين ما بين الصدف تمام، اتكون حرف في اهو تحت السلاسل ال3 دي، وهشتغل المنزلقة. بنزل بالشكل ده كده تحت السلاسل، هسحب واشتغل غرزة منزلقة، ثم ارتفع ب7 سلسلة مرة كمان 5 6 7، وبروح على طول على منتصف الصدفة واشتغل من نفس الصدفة. هو تكرار سهل جدا، وهبتدي اكرره على مدار الدور كله، بل انا هفضل اكرر من السطرين زي ما شفنا مع بعض كده. في سطر بشتغل فيه غرزة الصدفة في مكانها على المنتصف، وما بين كل صدفة والتانية بشتغل 3 سلسلة وبس.
والسطر اللي بعده بنشتغله بنفس الطريقة، وما بين كل صدفة والتانية بناخد 7 سلاسل وننزل نشتغل على السلاسل اللي قبل كده غرزة منزلقة 7 سلاسل، وفي منتصف الصدفة صدفة. طبعا هنرتفع من نفس الدورين كده، انا هرتفع بالسطور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت من نفس تكرار السطرين، واخر سطر هنشتغله هو السطر رقم 2. يعني احنا مش بنقف عند السطر اللي فيه غرزة الصدفة 3 سلاسل، لا، السطر اللي هو تكرار السطر التاني اللي هو الصدفة 7 سلسلة منزلقة 7 سلسلة. ليه؟ علشان يديني باترون الغرزة اللي انا اشتغلتها على الجيبة. فانا هنا كده واقفة على السطر اللي قبل الاخير يعتبر، اشتغلت سطر الصدفة 3 سلاسل عادي داير ما يدور بالشكل ده كده، وهنا على النهاية زي ما بشتغل من بداية الباترون بعد اخر صدفة اخدت ال3 سلاسل بشكل طبيعي، وبعد ما اخدتهم بالشكل ده كده هقفل منزلقة على سلاسل الارتفاع وانهي الدور والراوند بالشكل ده كده، وهشتغل السطر الاخير تكرار السطر رقم 2، فمنزلقة في منزلقة بالشكل ده كده لحد ما بوصل على منتصف الصدفة. وعلى المنتصف بكون من نفس الصدفة ارتفاع وعمودين بالشكل ده 1 2، وبعد كده سلسلتين وعلى نفس المكان كمان 3 عمود بلفة 1 2 3. كنت بعمل ايه؟ باخد 7 سلاسل بالشكل ده كده، وهروح على مكان اللي كنت بشتغل فيه زي ما بشتغل من بداية الباترون. حبيت أأكد على الملحوظة دي علشان لو اشتغلنا على السلاسل اللي في السطر بتاعنا هيكون شغلي مش سليم. احنا دايما بنشتغل عند حرف الفي اللي بيتكون على السطر اللي قبل كده، ف7 سلسلة وبروح على حرف الفي تحت السلسلة. شايفين؟ ما بشتغلش على نفس ال3 سلاسل اللي على الدور ولكن اللي قبلها بالشكل ده كده، واخد المنزلقة بتاعتي بشكل طبيعي و7 سلسلة بالشكل ده كده، وعلى الصدفة بشتغل من نفس الصدفة. يعني انا بشتغل من نفس باترون السطرين هما مغيرتش اي حاجة لحد السطر الاخير. تمام، انا هشتغل السطر الاخير كده علشان يديني زجزاج على نهاية الجيبة، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. شايفين اشتغلت لحد نهاية الدور. شايفين الدور ده بيدي زجزاج كده نفس الزجزاج اللي بيديهولنا على مدار الباترون، وانا هنا كده على نهاية الدور قفلت منزلقة بشكل طبيعي على سلاسل الارتفاع اللي في البداية. هاخد سلسلة تأمين وارفع الخيط وهقص. وفي المرحلة دي اي زوائد خيط موجودة معايا بالشكل ده كده بلضمها على ابرة التنظيف وعلى خلفية الجيبة من الداخل. ببتدي بسراجة عادية خالص ان انا ادخل الزيادة دي اسفل الغرز، وممكن اخد غرزتين تثبيت بالشكل ده كده، وبعد كده بتخلص من الزيادة وبقصها. واخر حاجة بعد تنظيف زوائد الخيط، كل غرزة اشتغلناها او كل سطر اشتغلناه بالشكل ده كده بنبتدي نسحبه لتحت علشان يدينا باترون الغرزة ويبان معايا اكتر على الجيبة. وزي ما احنا شايفين بكده يبقى انتهى باترون النهارده. شايفين قد ايه من الباترونات الحلوه والسهله والبسيطه. اتمنى تجربيه معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناه كولكشن، وفعلوا اشاره الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.